يعني ام زاروك ومتشكون لي بس بالا ما دهات كشاندن مختار دهات عيناندن دهات وكبي يعني ويداتاني سركار ريجيم يعني دولة ويداتاني سركار يعني بلكي خبرتاي كيم بو بلكي زانبوناي جيتنبو لي هما يعني دولة خواست كس صالحي ويرا كار بك يعني بين شبو دولتي كار بك خدمتا دولتي بك بتري خدمتا جواكي وخلقي بك شبكاتي عرب جيدهات عيناندن تمين يعني رولا كرد تيد تنبو امكارم بيجن رولا جنيتي تنبو رولا جوانا تنبو قراركي بهات استن دنيا تشتكيش بو جواكي يا تشتكيش بو داخاوي وجيهاني يعني برايا ويباين برايا ملت قشيبو او مثلا جيران دردور مشكلاكي يعني تم قرار دستي ويدبو يعني هناك يقولوا رولا جواكي وندات كر نبونا يعني جواكي يجي تنتكر خدي لما في كرد درنت كتن يعني كرد همون ايه بهوي بون بناس نامبون يعني دهات ونداكرن حقي وندهات خوارن دوي شاغيده عنصرية هبو ملت دوري هب دبر مثلا جدب لابي هم خلقكم بيجي هب بكرايا جواك الجموي بايا مثلا وان بيش خستايا عنصرية دهات مشاندن عنها بين برهب يعني دما مختارتي ده ودما كومينجه وقتها هات افاكرن يعني بلكي هناك سلبيات نجي هبن بس لي ايجابياتي بر يعني زانبونا ملت شيد بكومين يعني جواك بخفتي نجريداي رأيك بقرارك يعني نرينك بقشتي بنا شخصك تاني أفتشت يعني بشين ياردك مثلا نا هفسروكي كومين مثلا مكارم بيجي جن رولاوي هري مهم ده كومين ده هات شكرن بو خدي قرار بو خدي إرادة بو خدي ماف جن هري مهم يعني نريناوي تشيبو خدي الماف جني دركتن مثلا جالي خدمي ده كومين قال لك تشتي مشاندن يعني تني بي مثلا عربي كرد سرياني يعني حمام مكون تي عيار كرن وتشتي هري مهم جي ملت او بخا وكس بشنيار دكت بي اف كس ام تخازن بي مثلا هفسروكي كوميني بي جيم ولا زلام بي يعني نرينا قشاتي تي خوستن يعني امكارم بيجن زاروكي كي بتشوك حقي وتشد بدوي كوميني ده حياه اختياري مزنبه ملت يعني نما بو كبري يعني ملت ناس كر فير بو وعي بوار تشيبو يعني ناس دكن انه ابتشت وخطري سروان بكسر جيانا واني روجانا جالي خدمي ده جالي زانبوني ده جالي صلحي ده از وك جنك دوي جواكي ده دوي كوميني ده از دخواسم ويعني رايا هر كسي كومي شو ناخب مينه اجبرك رولك وي هري مهم دي جواكي ده هي انا لسر ماسا دانستندني ده نهاتي نقاش كرن متخوازن افتشت يعني بين نقاش كرن غير كومين جي خب مين بنجها سوريا ديمقراطي كومينك ديمقراطيك وراء فاكرة صار 14 سنة نظام الكومينات ماشي ضمن الإدارة الذاتية. واجهت الإدارة الذاتية صعوبات تشكيل الكومينات كون الكومين يعتبر أول خلية إدارية ضمن المجتمع. كان في صعوبات بالبداية بتشكيل الكومينات وهالصعوبات لحد الآن عم نواجه إنه أحيانا صعوبات بتشكيل الكومين. بس الكومين نجي من ناحية انه رغم انه كان في انه سلبيات انه احنا الصعوبه اللي نواجهها كاداريين بتنظيم هاي الكومينات، بس الكومين اذا نجي على وجوده ضمن المجتمع كان له كثير ايجابيات. يعني الكومين ساعد الشعب الموجود ضمن القرى ضمن الاحياء كثير امور. يعني اكثر شيء انه الشعب يطلع على الكومين من الناحيه الخدميه. من الناحيه الخدميه هسه الكومين هو انه امور اداريه، امور تنظيميه اجتماعيه، وكذلك امور خدميه. وجود الكومين خففنا من المركزيه، خففنا من الازدحام، خففنا من كثير امور كان يعاني منها الشعب سابقا. بوجود الكومين صارت اريحيه، انه الشعب انت موجود ببيتك عم يجيك خبزك لبيتك، عم تجيك تدفئتك لبيتك، كثير امور ورقيات عم يمشيها الكومين. انه هين اعطاه راحه للشعب الموجود ضمن الكومينات بشكل عام.
انه هلا بدل ما نشوف انه والله بموسم التدفئه نشوف انه بدل ما نلاقي العالم طوابير على مؤسسه التدفئه عم مشان تاخذ تدفئتها، نشوف انه الكومين كشخص عم يخدم حاره كامله، وعم المازوت عم يجي بيت بيت عم يمشي الكومين. يعني هاي الامور انه قديش ريحت الشعب، يعني قديش كان انه الشعب مرتاح بهالامور هاي، يعني خفف معاناه. بنفس الوقت انه نشوف انه ضمن الاحياء انه كمان اعطت حمايه. نظام الكومين نظام مثل ما نقول ايجابي بشكل عام، يفيد المنطقه بشكل كامل، ونتمنى من الحكومه السوريه الجديده انه تطلع بمنظور ثاني الموضوع الكومين، انه يطبق هالكومينات ضمن المناطق الثانيه، انه قديش راح يشوفوا اريحيه ضمن المناطق. حتى هلا اذا وقف الكومينات ضمن مناطقنا راح نواجه صعوبات كثيره، انه الشعب انه تعود على نظام الكومين، تعود انه يخفف من المركزيه كثير انه ضمن الكومينات، انه وقت يكون هذا النظام مطبق. يعني نتمنى انه الدوله تطلع منظور ثاني على الكومينات، انه ينطرح هذا الموضوع ضمن طاولات النقاش. انه الكومين كذلك عزز دور المراه، انه قدرت انه المراه كمان ضمن الكومين انه تكون عضو فعال ضمن الكومينات. يعني كان بنظام الرئاسه المشتركه للكومينات استطاعت ان المراه تلعب دورها ضمن الكومينات، من كذلك من ناحيه فتح مشاريع اقتصاديه ضمن الكومين، انه هذا كمان عزز مكانه المراه ضمن الكومين وموقفها، انه ما كانت المراه انه معزوله ضمن الكومينات، حقق تماسك اجتماعي ضمن المجتمع بشكل كامل. يعني اي مكان تلاقي دائما في اجتماعات ضمن الكومينات، في نقاشات دور انه مثلا حول الامور الخدميه، حول الامور السياسيه او الامور الاجتماعيه، مساعده الناس اللي كانت بحاجه مساعده ضمن الكومين. يعني كثير في نقاط انه ايجابيه ضمن هذا الموضوع الكومين والرئاسه المشتركه ضمن الكومينات. احنا شفنا المراه السوريه انه عانت كثير، يعني بهالسنوات الحرب والسنوات اللي قبلها ضمن النظام كانت المراه عانت وتعاني. اما نظام الكومينات يعني سمح للمراه انه تقوي من ذاتها، تكون مكانتها. المراه مكانتها كبيره ضمن المجتمع، بس انه عززها اكثر، خلاها تقوم بدورها بفعال بشكل اكبر. الكومين ما راح يلغي دور الحكومه الموجود ضمن الدوله، ما راح يلغي دور الحكومه ابدا، بالعكس يعني راح يقوي من مكانه الحكومه ضمن البلد اكثر. يعني احنا كشفنا انه كتجربه منذ 14 سنه انه الكومين قديش انه كان له دور فعال في المجتمع، انه كان بالنسبه لاعضاء المجتمع بشكل كامل، انه كان يقوي من الشبيبه، من المراه، الكبار السن، كان له دور فعال بشكل كامل. يعني اعطاه تماسك اجتماعي بشكل كامل. انه هالشيء ما راح يلغي دور الحكومه، بالعكس راح يقوي من مكانه الحكومه ضمن المجتمع، ويقوي من مكانه التماسك الاجتماعي اكثر. يعني راح تكون مثل ما نقول راح تكون بالعكس دوله راح تكون متماسكه قويه بوجود شعبها، بوجود كوميناتها، بوجود مؤسساتها.